Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا le deuxième chapitre concernant le marketing digital. Donc, اليوم Inch'Allah غادي نشوفوا la notion جديدة. شنو هو الفرق ما بين le marketing digital و le marketing traditionnel. Donc, باش ما نطولش عليكم لا فيديو غندوزو نيشان نشرحوا اشنو هو الفرق. واول حاجه خاصنا نعرفوا هي اشنا هو لو ماركتينغ تراديسيونيل. دونك لو ماركتينغ تراديسيونيل ولا الماركتينغ ديجيتال عندهم لي ميم اوبجيكتيف. الهدف منهم هو اننا سواء نبيعوا البرودوي ديالنا ولا نعرفوا به ولا نجيبوا ناس جداد على الكليه اللي ديجا عندنا. هو الفرق فاش كيكون في الطريقه ديال التسويق اللي هي كتكون يا اما ديجيتال بالنسبه للماركتينغ ديجيتال وكتكون تراديسيونيل بالنسبه للماركتينغ تراديسيونيل. اللي المشكل فيه انه كيفيزي لينا نامبورط كي ما كيديرش لنا لا ديفيرونسياسيون ما بين لي كونسوماتور. ونعطيكم امثله ديال بعض لي زوتي اللي كنديروا بهم الماركتينغ تراديسيونيل بحال لي كاتالوج، الفلايرز، لا بوبليسيتي على راديو، تي في، لي جورنو اكسيتيرا. وانا اكيده انكم شفتوا يا اما وحده جوج حتى ثلاثه من هادو اللي قلت لكم دابا. وغنعطيكم واحد المثال بسيط باش تفهموني مزيان اشنو باغا نوصل لكم. خدينا مثلا اون مارك كتبيع لي بارفان ديال لي زوم، واحد لا مارك متخصصه انها تبيع غير الروايح ديال الرجال. دارت باغ اكزومبل لا بوبليسيتي ديالها في التلفازه تي في. واش هاد لا مارك غتكون ضامنه مليون في المية انه غيشوفوا لا بوبليسيتي ديالها غير رجال؟ الا بغينا نجاوب على هذا السؤال طبعا غنقولوا لا، حيت ما يمكنش، حيت الدار يقدر يكون فيها بزاف ديال الناس ويقدر مثلا التلفازه يكون كيشوف فيها غير خوك صغير، ماماك، اختك، اي واحد، ماشي بالضروري يكون كيشوفها راجل باش انه ياخذ هذيك البارفان. وهنا كيكون المشكله بانه لو ماركتينغ تراديسيونيل ما كيفيزيش لينا لا نيش اللي بغينا بالضبط. وهذا هو المشكل، حيت كيكون فيه ان سيبلاج بلي انديفيرونسي كو ان سيبلاج لي بيرسوناليزي. وهنا غادي نزيد نبين لكم قداش كيكون الفرق ما بين الانباوند ماركتينغ والاوت باوند ماركتينغ ولا لو ماركتينغ تراديسيونيل والماركتينغ ديجيتال. دونك فاش كنهضروا على الانباوند ماركتينغ راه تو سامبلومون كنهضروا على لو ماركتينغ ديجيتال اللي الهدف ديالو كيخليك انت تجي لوفر ديالو ماشي العكس. غنعطيكم امثله باش تفهموني اكثر. وبالنسبه للماركتينغ تراديسيونيل الهدف ديالو انه يدفع البرودوي اللي كنتايا. وهنا غنعطيكم الامثله باش تفهموا هادشي اللي قلت. مثلا فاش كتشوف اشهار في التلفازه واش تكون انت باغي تشوفو؟ طبعا لا، كيكون اشهار اللي دايز صحه غادي تشوفو. على العكس الا كنا كنهضروا على لا بوبليسيتي مثلا في السوشيال ميديا، الا بغيتي تقدر تشوفها ولا ما بغيتيش تقدر ما تشوفهاش. وهادشي هو اللي كنعنيو به ان الشركه كتبغي تجيبك عندها وما بين الشركه اللي كتدفع البرودوي ديالها عندك. وهنا فين كيكمل الفرق ما بين هاد لي دو ديال الماركتينغ تراديسيونيل وحتى لو ماركتينغ ديجيتال. ثاني حاجه هي لا كومونيكاسيون في الماركتينغ ديجيتال ماشي نفس الكومونيكاسيون في لو ماركتينغ تراديسيونيل. حيت في الماركتينغ ديجيتال كتكون اون كومونيكاسيون انتراكتيف كتخليك ترياجي مع ديك لا بوبليسيتي وكتخليك تسول، دير كومونتير، دير بارطاج، يعني عندك حريه انك تعرف اكثر وتسول اكثر. على العكس ديال لو ماركتينغ تراديسيونيل المشكله اللي فيه انه ما يمكنش ليك دير شي حركه. يعني الا داز اشهار في التلفازه طبعا ما يمكنش ليك تهضر مع التلفازه وتسناها تجاوبك ولا شي حاجه. هذا هو الاشكال. وحتى من ناحيه ديال لا فالور بور لونتربريز في لو ماركتينغ ديجيتال لونتربريز اي شيرش توجور ا كريي اون فالور بور لي برودوي ديالها، على العكس ديال الماركتينغ تراديسيونيل كيكون بو با د فالور. وبالنسبه للهدف الاسمى الاوت باوند ماركتينغ يمكن يساهم انه يديفلوبي لينا لا نوتوريتي، ولكن ماشي بالضروره انه يديفلوبي لينا لو شيفر دافير. يعني الاشهارات اللي كيدوزو في التلفازه انا متاكده انك غتكون حفظتي شي مارك ولا حفظتي شي اغنيه ديال شي اشهار من كثرت ما هو كيدوز، يعني لا نوتوريتي ديال البرودوي كتكون مزيانه. ولكن واش انت بالضروره غتكون شريتي دوك لي برودوي؟ هنا كيكون الشك. رابع حاجه هي comment mesurer l'impact de la publicité. Pour le marketing digital
نقدروا اننا نحسبوا ولا نعرفوا شحال جبنا ديال الناس من خلال لا بوبليسيتي ديالنا. ولكن فاش كنهضروا على الماركتينغ تراديسيونيل هنا كيكون تري ديفيسيل انه نميزوريو داك لامباكت ديال لا بوبليسيتي، حيت التلفازه الا كانت متلوقه يقدر يشوفها بزاف الناس في نفس النهار، ولا يقدر يشوفها غير شخص واحد، ولكن حنا ما نقدروش نعرفوا شكون اللي شافها. واخر حاجه غنختموا بها لا فيديو ديالنا هو هاد لو طابلو اللي كيحاول يلخص كاع داكشي اللي شفنا. بالنسبه لو سيبور في لو ماركتينغ تراديسيونيل كيكون اورلين، وهادشي باين فاش كنهضروا على التلفازه ولا الراديو راه كيكون اورلين. تاني حاجه بالنسبه لو ماركتينغ ديجيتال كيكون اونلاين. لو سيبلاج كيف شرحت لكم قبيله كيكون ان ديفيرونسيي، يعني كنفيزيو نامبورط كي. وبالنسبه لو ماركتينغ ديجيتال كيكون بلو بيرسوناليزي. بالنسبه لا بلانيفيكاسيون كتكون لانت اي ايريفيرسيبل، سيتادير شي حاجه اللي ما كنقدروش اننا نبدلوها ولا نغيروها من بعد، يعني صافي كتوقع كتوقع. وبالنسبه لو ماركتينغ ديجيتال كتكون انستونطاني اي اجيل، يعني حنا نقدروا نتحكموا في كاع داكشي اللي كنديرو. رابع حاجه هي لا ريلاسيون كليون. لا ريلاسيون في الكليون في لو ماركتينغ تراديسيونيل كتكون بازي على لانتربسيون انديريكسيونيل، سيتادير انا البوبليسيتي ديالي كيشوف هذاك الكونسوماتور صحه، ماشي بالضروره انني نخليه هو براحته يشوفها. وبالنسبه لو ماركتينغ ديجيتال كتكون لا بيرميسيون، يعني انت عندك الحق انك تشوفها ولا ما تشوفهاش. Et dernièrement, c'est l'évaluation. كيف قلت لكم في le marketing traditionnel il est difficilement mesurable. Au contraire, le marketing digital il est facilement mesurable à travers les KPI اللي غنشوفوهم ان شاء الله من بعد. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا لو شابيتر هذا، وحاولوا تعقلوا على لي زيليمون بلو امبورطون باش الا تحت لكم السؤال ديال شنو الفرق ما بين لو ماركتينغ ديجيتال و تراديسيونيل تعرفوا كيفاش تجاوبوا. اي بون كوراج ونتلاقاو في لو شابيتر 3.